السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الحلقه السادسه من كورس اعلانات جوجل من البدايه لحد الاحتراف خطوه بخطوه. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن انواع اعلانات جوجل واشكالها بالتفصيل مع بعض كده واحده واحده. وعايز اقول لك ان الحلقه اللي جايه ان شاء الله هتبقى من اهم الحلقات اذا ما كانتش الاهم يعني في كورس جوجل كله. يعني ده مش معناه انك تسيب الحلقه دي وتمشي، بس انا بقول لك لازم تتاكد انك تشوف الحلقه الجايه. هي بتتكلم عن التخطيط للحمله الاعلانيه. بص هتلاقي فيها كمية معلومات انا متأكد انك ما سمعتهاش في حتة قبل كده، فاتأكد انك عامل اشتراك ومشغل الجرس عشان يجيلك اشعار لما الحلقة الجاية تنزل، لان انا متأكد انك هتستفاد منها جدا. يلا من غير كلام كتير قبل الانترو يبدأ، انزل روق عليا بلايك واشتراك جميل في القناة، وهات كوباية الشاي بتاعتك علشان تروق، وتعالى لي عشان نبدأ الفيديو. وقبل ما نبدا عايز اقول لك لو انت مستعد تبدا تصرف على الاعلانات المموله علشان تكبر البيزنس بتاعك وتزود مبيعاتك، زي نتائج العملاء اللي انت شايفها قدامك دي اللي كلهم مبيعاتهم بقت في حته تانية خالص ما شاء الله، وقدرنا ننجح معاهم كلهم رغم ان مجالاتهم مختلفه عن بعض. فلو عايزنا نكون مسؤولين عن الاعلانات المموله الخاصه بيك علشان نزود مبيعاتك ونكبر مع بعض، هسيب لك رقم الواتساب بتاعي في صفحه الفيسبوك اللي اللينك بتاعها تحت صندوق الوصف، تقدر تخش تكلمني في اي وقت. بص يا سيدي، هتفتح اكونت جوجل ادز عندك بالشكل ده، ولو مش عندك ارجع الحلقه اللي قبل اللي فاتت، الحلقه الرابعه تقريبا، كيفيه انشاء حساب اعلاني على جوجل ادز. تمام. المهم احنا دلوقتي عايزين نبدا نعرف اشكال الحملات الاعلانيه على جوجل وبيتعمل ازاي مبدئيا كده. فبسم الله الرحمن الرحيم، هتلاقي فيه زرار كده مكتوب عليه انشاء، لونه ازرق كده ملون، نضغط عليه وبعد كده نطلع كلمه حمله. هتلاقيه جاب لك الصفحه دي على طول ما هدف حملتك، وتلاقيه جايب لك شويه الزرار اللي قدامك ده. بص دول اي كلام ولا تعتمد عليهم اصلا، هو بيعمل لك ريكومنديشن. يعني انت لو جيت لاخر واحده هنا اهو بيقول لك انشاء حمله بدون تلقي ارشادات، ده معناه ايه؟ ان الباقيين دول كلهم مجرد ارشادات. يعني بمعنى اخر ان انا مثلا لو دوست على حاجه من دول ترويج التطبيق مثلا، فهيبدا يقول لك انك هتخش على حمله التطبيق. مثلا دوست مثلا على زياده الوعي اللي هي الاويرنس يعني، فهيبدا يجيب لك انت عشان تعمل اويرنس محتاج واحد دي او دي او دي، مدى الوصول او مرات المشاهده، المهم يعني. فهو بس بيوجهك كده لو انت مش عارف. بس احنا داخلين الكورس ده ليه؟ عشان نبقى عارفين كل حاجه من اول لاخر. فاحنا مش هنعتمد على دول، ان دول مجرد ارشادات. احنا هنخش نختار الكامبين اللي احنا عايزينها بنفسنا بدون ما هو يوجهنا في حاجه، فنقول له انشاء حمله بدون تلقي ارشادات عشان يبدا يجيب لي فعلا كل الانواع اللي عنده. واللي هتلاقي فيها اول حاجه البحث اللي هي السيرش، يعني اللي غالبا كلنا نعرفها ودي اشهر كامبين في جوجل ادز. لو انت لما تخش السيرش بتلاقي في نتائج ظهر قدامك بالشكل ده. مثلا دخلت سيرشيت انا عشاء في العاصمه الاداريه، هتلاقي بقى طالع لك حاجات مكتوب فيها سبونسرد بالشكل ده. تمام. ننزل تحت تاني ادي سبونسرد ادي سبونسرد، وغالبا لو نزلنا تحت ممكن نلاقي سبونسر تاني اهو بالشكل ده زي ما كنت شارح لكم قبل كده. تمام. ده كده ايه؟ دي كده كامبين سيرش. اللي عملوا الاعلان ده عملوا كامبين اسمها سيرش اللي هي دي اول بحث علشان يظهروا في المكان ده، لان دي الطريقه الوحيده اللي تعرف تظهر في المكان ده. لازم تعمل كامبين سيرش على جوجل من هنا او من حته تانية اللي هي الاداء الافضل هوريها لكم قدام. كامبين السيرش او البحث الهدف الاساسي منها انك تزود المبيعات بتاعتك عن طريق الناس بيسيرشوا مثلا على منتج معين فيخشوا على الويب سايت بتاعك يبداوا يشتروا، او انك تزود الترافيك على الويب سايت بتاعك مش هدفك البيع بس عايز عدد كبير جدا من الناس يخشوا على الويب سايت بتاعك. وبعد كده نسكيب الاداء الافضل دي هنرجعها في الاخر خالص وهقول لك ليه، او بيسموها بالانجلش يعني بيرفورمانس ماكس، ونخش على الحملات لزياده الطلب او كامبين الديماند. تمام. ايه كامبين الديماند دي؟ بتعمل فيها ايه اصلا؟ انت بعيد عن اللي انا بشرحه لك، لو جيت هنا قريت هتجمع اصلا الكامبين دي المفروض بتعمل ايه. الكامبين دي مين بتخدم على 3 حاجات او بتظهر الاعلان بتاعك في 3 اماكن. اول حاجه اليوتيوب، بتبدا تظهر الاعلان بتاعك في اليوتيوب في الصفحه الرئيسيه بتاعته. يعني خلينا نروح نشوف كده زي كده، زي ما انت ما شايف هتلاقي الفيديو ده مكتوب تحتيه سبونسورد كده، وممكن عامه يبقى صوره كمان مش لازم فيديو، لما تدوس عليها بيوديك الويب سايت. تمام. فاول طريقه بتظهر بيها في اليوتيوب انك الفيديو بتاعك هيظهر او الصوره بتاعتك هتظهر في الهوم بيج بالشكل ده. تمام. طيب الديماند او كامبين الديماند او الطلب دي بتظهر فين تاني؟ بتظهر في الجيميل. عارف لما تبدا تفتح الجيميل بتاعك وتلاقي فوق خالص قبل اول ايميل فيه برضو حاجه كده زي سبونسرد اد صغير كده، دي برضو عن طريق كامبين الطلب او زياده الطلب دي او الديماند. تمام. وتالت مكان بتظهر فيه هو الديسكفر بيج او بيسموها هنا الاقتراحات. ديسكفر بيج دي مش هتلاقيها غير على الموبايل، مش بتبقى موجوده على الكمبيوتر،
لما تفتح موبايلك كده من على ابلكيشن جوجل او من الهوم بيج عندك هنا، هحط لك برضو سكرين ريكورد كده للشاشه، وانت لما تسحب من الجنب كده تمام، فهتلاقي في حاجات كتير ظاهره لك زي مقالات كده، ومن ضمنها ساعات هتلاقي اعلانات. تمام كده، دي الديسكفر بيج. فدول الثلاث اماكن اللي انت ممكن تظهر فيهم على جوجل عن طريق كامبين الديماند او زياده الطلب. بعد كده عندك الشبكه الاعلانيه او كامبين الديسبلاي، ودي اللي انت بتظهر فيها على الويب سايتس اللي داخله مع جوجل ادسنس. عارف انت اكيد لما بتخش على الويب سايت مثلا زي اليوم السابع بالشكل ده، هتلاقي فيه اعلانات ظاهره لك هنا كده، ولو وقفت عليها هنا كده هتلاقي عليها كلمه اد دي معناها ان هي تبع جوجل ادز. يعني الويب سايت زي اليوم السابع ده مشترك في خدمه اسمها جوجل ادسنس تبع جوجل، يعني علشان الاعلانات دي تبدا تظهر هنا وهو يكسب عن طريقها فلوس. علشان انت تبدا تظهر هنا كده برضو زي ما الاعلانات دي ظاهره كده، فبتخش تعمل اعلان الديسبلاي او بيسموه اعلان الشبكه الاعلانيه. وبيبقى من احسن الاهداف اللي تستخدم فيه الاعلان بتاع الديسبلاي او الشبكه الاعلانيه ده لو انت عايز تزود الوعي او الاويرنس بتاع العلامه التجاريه بتاعتك او منتج جديد لسه نازل، او لو عايز تبيع. بس المبيعات ما بتكونش اقوى حاجه في ده، بتكون اكتر زي ما هقول لك كده في التسوق وفي البحث زي ما قلنا، لان دي بس بتبقى عباره عن صوره، ممكن جي اي اف، بس اكترها بتبقى صوره يعني. فالناس بتستخدمها اكتر علشان لو زودوا خدمه جديده عندهم وعايزين الناس تبدا تعرف اكتر عن الخدمه اللي عندهم، او منتج جديد لسه منزلينه وعايزين بس الناس تبقى عارفه ان الشركه نزلت منتج جديد. بعد كده نخش على كامبين التسوق او الشوبينج، اللي بتبقى برضو بالشكل ده، واكيد كلنا شفناه لما تبدا تكتب اسم منتج معين انت عايز تشتريه، فهيبدا يطلع لك صور لمنتجات ليها علاقه بالمنتج اللي انت سيرشيت عليه بالشكل ده، ومكتوب فوقيهم سبونسرد بالشكل ده. كل دول ظهروا هنا علشان عملوا كامبين اسمه تسوق. تمام، بيتعمل عن طريق حاجه اسمها جوجل ميرشنت سنتر، وهنشرحها بالتفصيل مع بعض قدام باذن الله في الفيديوهات الجايه يعني. واكيد مش محتاج اقول لك ان الكامبين بتاع التسوق او الشوبينج دي الهدف الاساسي بتاعها هو المبيعات، وعايز اقول لك ان هي اقوى كمان في حته المبيعات من كامبين السيرش او البحث، لان هي بتبقى مطلعه المنتج بشكل جذاب جدا، وكاتبه كمان ممكن يبقى فيه خصومات زي ما واضح هنا اهو، السعر قبل وبعد، وكمان كلمه سيل. فده بيخلي الاحتماليه بتاعت المنتج يتباع بتبقى اسرع كتير، وبتزود حاجه العميل ان هو يشتري المنتج بتاعك اكتر من مجرد يبقى بص يعني عنوان وسطرين. دي بتبقى جذابه اكتر بكتير وبتزود المبيعات اكتر من كامبين السيرش. تمام، بعد كده عندنا كامبين الفيديو، اللي هو الفيديو اللي بيتعرض على اليوتيوب وانت بتتفرج كده بالشكل ده. خلينا برضو اوريهولك. انت بقى داخل على فيديو يوتيوب فبيطلع لك الاعلان بالشكل ده، ويبقى المكان اللي انت بتشغل منه فيديو من تحت لونه اصفر مش احمر زي الشكل اللي احنا متعودين عليه، وفي من جنب كده زرار سكيب لما بتعدي عدد معينه من ثواني الفيديو. تمام، ده الكامبين بتاع الفيديو. وبيبقى الهدف بتاعه حاجتين، لو انت عندك مثلا تشانل على اليوتيوب ورافع عليها فيديوهات وعايز تزود وليكن مثلا عدد السبسكرايبرز او عدد المشاهدات اللي عندك، فبتبدا تختار فيديوهات معينه من التشانل اللي عندك وتبدا تطلع بيها ككامبين في الحته بتاعت الفيديو دي عشان تزودوا زي ما قلت لك المشتركين او عدد المشاهدات. ده اول هدف ليها. تاني هدف ليها وهو انك بتعمل برضو اويرنس او زياده وعي للخدمه الجديده اللي انت بتعملها، او للعرض الجديد اللي انت منزله، او للمنتج الجديد اللي انت لسه منزله. زي مثلا ما بنشوف برضو اعلانات رمضان كده بيكونوا مالين كل حته باعلاناتهم على اليوتيوب، ومش هدفهم الاساسي هو البيع، هو بس بيقول لك ان انا موجود او ان انا منزل عرض او ده في منتج جديد مثلا الشركه بتاعتي نزلته. لان اكتر حملتين بيبيعوا منتجات وهدفهم الاساسي بصوره صريحه هم البيع، كامبين السيرش، والاكتر منها اكيد كامبين الشوبينج او التسوق. تمام كده، بعد كده عندنا الحمله بتاعه التطبيق. دي لو انت عندك ابلكيشن وعايز تزود كميه الناس اللي بتعمل داونلود الابلكيشن بتاعك، ودي بتبقى ممتازه وحلوه جدا، لان هو مش بيحاسبك الا لما حد ينزل الابلكيشن بتاعك ويبدا يفتحه، او يعني هتلاقي فيه تو بروسيس كده في التنزيل. يعني لما اجي اشرح كل الحمله دي بالتفصيل هبدا اوضحها لك يعني. واخر كامبين معانا هي كامبين التطبيق او كامبين الاب، اللي هدفها الاساسي ان هي تساعدك انك تزود عدد تنزيلات الابلكيشن بتاعك، بتخلي الناس ينزلوا الابلكيشن بتاعك بصوره اكبر. وهنا الى حد ما جوجل اكتر اللي بيتحكم يظهر اعلانك فين علشان يجيب لك اكبر كميه انستولز للاب بتاعك، وهي تحفه وحلوه جدا. لان كمان جوجل مش بيحاسبك الا لما الابلكيشن بتاعك ينزل، فانت ضامن بنسبه كبيره انك ما دفعتش غير لما الابلكيشن اوريدي ينزل، فبتبقى تحفه يعني. تمام، اخر كامبين في دول كلهم بقى البرفورمانس ماكس او الاداء الافضل. ودي كده ضربت كل الكامبينز اللي احنا شرحناها في الخلاط وحطيتهم كلهم في حته واحده جوه كامبين الاداء الافضل او البرفورمانس ماكس. لما هتخش جوه هتلاقي نفسك بتعمل كل الكامبينز دي جواها، كامبين تسوق، كامبين سيرش او بحث،
وكامبين على اليوتيوب، كامبين على الجيميل، بتلاقي نفسك بتعمل كل انواع الكامبينز في كامبين واحده هي الاداء الافضل. دول كده باختصار كل انواع الكامبينز على جوجل واشكالهم وامتى تستخدم كل واحده فيهم. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنبدا نشرح كل واحده منهم بالتفصيل، لان احنا بناخد الموضوع واحده واحده وبالخطوات مع بعض. ما تنساش الفيديو اللي جاي مهم جدا، المحاضره اللي جايه بتتكلم عن التخطيط، من اهم الفيديوهات اللي جايه في كورس جوجل كله اذا ما كانتش الاهم. فما تنساش انك تفعل الجرس وتشترك في القناه علشان لما اول ما انزل الفيديو بتاعها تخش تتفرج عليه، انك هتستفاد منها جدا. وبس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش لو عندك اي اسئله ممكن تنزل تكتبها تحت في الكومنتات، انا بقراهم كلهم، او ممكن تخش تكلمني على صفحتي على الفيسبوك، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف وفي اول كومنت. ولو محتاج اي شغل ليه علاقه باعلانات الموال على السوشيال ميديا او جوجل ادز، هسيب لك رقم الواتساب بتاعي برضه في صفحه الفيسبوك، اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكوا عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا.